بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم معنا في حلقة جديدة. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، بداية نشكر حضراتكم ونشكر هذا التواصل مع برنامج الوعد الحق، سواء كان بالبراق أو بالاتصالات الهاتفية، ولله الفضل والمنة. كان أثر حلقة الأمس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها مردود طيب لدى المشاهدين، برغم أن فضيلة الشيخ حرمنا من كثير مما لديه من علم ومن من الله سبحانه وتعالى عليه رأفة بنا وبه وبكل السادة المشاهدين، لأن الأمر صعب جدا ولا يتحمله أحد وحده كما ذكرت فضيلتكم أمس. فاكتفيتم بعرض الإطار العام للموضوع. نعم، لأن الموضوع فعلا صعب على النفس البشرية، ولكن من الصعب إلى الأصعب. ربنا يهون علينا جميعا إن شاء الله يا رب يا رب. في اليوم نتحدث عن أول منازل الدار الآخرة، ولهذا عنوان الحلقة بأول المنازل. جميل. ما رأي فضيلتكم في هذا العنوان؟ عنوان جميل، لأن أول منزل من منازل الآخرة هو خروج الروح ثم الدخول إلى القبر، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان شديدا فما بعده أشد. هكذا قال ذو النورين عثمان رضي الله عنه. ونحن يعني هذا استلهام طيب ومن أو استنباط طيب من كلام عثمان، أن القبر أول منازل الآخرة، خروج الروح، وأول خلاص الدنيا رحلت والآخرة مقبلة، وهذا هو الوعد الحق. عزرائيل، ما أثر هذا الاسم على كل نفس بشرية حينما تسمعه؟ ما وصف ملك الموت؟ ما هيئته؟ هل له أعوان أم لا؟ كيف يبدو الكون بالنسبة له في الحجم؟ كيف يقبض الأرواح؟ هل هنالك أمارات محددة تخرج بها روح المؤمن وأمارات أخرى تخرج بها روح الكافر؟ هل للمتوفى علامات محددة تظهر على شكله الخارجي؟ هل لخروج الروح نزعات معينة من قبل المسلم أو المؤمن أو على غير ملة الإسلام والعياذ بالله الكافر؟ وأسئلة كثيرة وكثيرة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث، مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأكارم عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. مرحبا. وأنا أذكر اسم عزرائيل تاهت كل الأسئلة من ذهني وكأني به أتمثله في هذه الغرفة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا كانت قد تاهت منك الأسئلة فأدعو الله ألا تتوه من الإجابة يا رب يا رب يا رب. الإنسان يعيش في هذه الحياة ثم تأتي لحظة الرحيل. نعم. لابد إنك ميت وإنهم ميتون. كل إنسان سوف يغادر هذه الحياة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لابد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار الحياة الأساسية. نعم. إن الآخرة هي الحيوان، إن الدار الآخرة هي الحيوان، لأنها هي الحياة الأصلية والحياة الحقيقية. نعم. للإنسان. الله عز وجل في بعض الناس يرسل إليهم نذرا. رسلي يعني قل هذا التعبير يجوز. لماذا؟ لا، هذه النذر
بعد النذير والبشير الاول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ياتي الانسان نذر. نعم. ربما كبر السن، ربما مرض مستعصي، ربما حادثه معينه توقفه وتعيد يعيد فيها حساباته حتى يعيد التوازنات مع نفسه. نعم. ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. مرة ثانية. ربما فتح لك باب العمل. نعم. واغلق عليك باب القبول، ان في رياء، في عجب. يعني الله عز وجل لا يتقبل هذا. في شرك، من اشرك في عمل معي غيري. ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب. نعم. فكان سببا للوصول. يا سلام. يعني الذنب قد يكون نعمة لبعض الناس. نعم. أن يتوقف، يستغفر، يبدأ صفحة جديدة. هناك ليس معنى هذا أن ملك الموت قريب من كبير السن أكثر قربا من صغير السن، ولا ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح. هذه قضية غير موجودة بالمرة. ملك الموت معه مواعيد محددة يبلغ بها أن فلان حينه يوم كذا، أي يوم وفاته كذا، يوم الفلاني، في المكان الفلاني، في الساعة الفلانية، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. خلاص. نعم. يعني لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. صحيح. يعني يبرز، انظر التعبير العجيب، يبرز ليكون في المضجع. نعم. يعني البروز وقوفا، صح، ليكون بعد لحظات مضجع. هو كده يبرز إلى مضجعه ليصل بنفسه إليه أو يوصل إليه. الإنسان لما نجلس بجواره الذي ينازع، نريد أن نعيش هذه اللحظة ونحن لا نشعر بما يشعر. طيب معذرة، هنالك موت الفجأة، هذا لا نشعر به. هذا لا نشعر به لأنه راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. جميل. وهناك مرض الموت. هناك مرض الموت، هذه من باب رحمة الله للعبد، تكفير سيئات ومحو الذنوب ورفع درجات. يعني المفروض أن نفرح يعني بمرض الموت. بلا شك أنه منا من الله سبحانه وتعالى. لأن العبد لما يذل إلى الله يدعو دعاء الذليل. أما أدعو وأنا مستغني وأنا صحيح البدن ونفسي الأمارة بالسوء تزين لي أنني يعني ما على الأرض إلا أنا، ما في الدنيا إلا أنا، هكذا بعض الناس. نعم. لو دخلت في داخله ما سمعت إلا هذا النداء، أنا والعياذ بالله. فلذلك المسألة تريد من الإنسان أن يذكر الموت على الأقل في كل صلاة. نعم. يعني صلي صلاة مودع. صح. صلي على أنها آخر صلاة. صحيح. فأنت يعني سبحان الله عندما يحين الحين الموت الفجأة ده راحة للمؤمن. تمام. بلا شك. ومرض الموت نحن نقترب حتى نصل بفضيلتكم إلى ساعة الروح. مرض الموت. نعم. طال مرضه، جلسنا بجواره، أقر الأطباء أن يعني خلاص حالته ميؤوس منها، عاجز الطبيب. نحن نجلس بجوار المتوفى، ربما يحجب لسانه عنا، لا يتكلم، يدخل لسانه، ربما هو في عالم آخر، بدأ يدخل العالم الآخر ونحن ما زلنا في الدنيا. فضيلتكم تحاولون انتقاء الألفاظ. نعم. تقول يعني يحجب لسانه عنه. نعم. لم تقل يشل أو لا يحجب. يحجب يريد أن يتكلم فلا يستطيع. لا يستطيع. خلاص تمام. وبعدين سبحان الله العظيم هو يبدأ في اختراق حاجز الزمان والمكان. بمعنى أنه يعيش معنا ببدنه لكن يرى أمورا لا نراها. تماما غيبيات. لا نحن لا نرى ما يرى. يرى بعينيه ايضا يعني ام بروحه؟ لا فقط ام باحساسه؟ بعينيه وبشعوره وباحساسه وبالهاماته هكذا. ولو رد اليه القول لما قال لنا ماذا راى. لا يستطيع تكييف لان موضوع يعني لما قال ربنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اكثر حده يرى حقائق الامور كما هي، يرى تفاهة الدنيا. انا لا ارى تفاهة الدنيا. يرى عظمة الآخرة، نحن لا نرى عظمة الآخرة. مر البصري على قوم يبكون صراخ ما هذا؟ قال يبكون على متوفى لهم. قال سبحان الله فليبكوا على أنفسهم، نجا من ثلاثة ما نجوا منها بعد. هو نجا من ثلاثة هم ما نجوا منها،
وجه ملك الموت وقد رأى، يا سلام، ومرارة الموت وقد ذاق، ومكانه في الجنة أو النار وقد عرف، فليبقوا على أنفسهم. صح. هو خلاص علم، أصبحت الحقيقة، النتيجة ظهرت بالنسبة له فقط، ليس لنا. أنا عن يمينه، أنا على وسادتي بجواره، أنا بجوار أمسك يده، جالس جنب أمي، جالس جنب أبي، سبحان الله، هو يرى وأنا لا أرى. هنا تمتلئ الغرفة بملك الموت وأعوانه. نازل مع ملك الموت فريقان في كل متوفى، فريقان من الملائكة. نعم. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. لما فريقان؟ هو إن كان عمله صالح تنزل ملائكة الرحمة، أو طالح تنزل ملائكة العذاب. الملائكة لا تعلم. لا تعلم. لا أيا كان عمله صالحا أم طالح. سبحان الله. لا تعلم إلا بعد أن يوحى إليها من رب العباد أن هذا رجل صالح أو غير ذلك. لا إله إلا الله. حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقى بهذه الروح؟ هكذا يسأل ملك الموت بعد ما يخرج الروح، ينظر إلى الفريقين، من يرقى بهذه الروح؟ فيقول ملائكة الرحمة هو معنا، هو من الصالحين، فيأخذوها. الآخرون يقولون هو معنا، إنه من أهل الجحيم، فيأخذوها. لا، في هذه اللحظة لا يتنازع الفريقين. لا هذا يقول معنا وهذا يقول معنا. هذه لها دلالات وتلك لها دلالات، هذه لها رائحة وتلك لها رائحة. جميل هذا الكلام. لنعرض فضيلتكم. تفضل. يعني سبحان الله العظيم، حتى إن ملائكة الرحمة عندما تأخذ هذه أولا هي تنزع سهلة. بعد أيوة. ينزل ملك الموت معه فريقان. جميل. أنا لن أقاطع فضيلتكم. تفضل. طيب. ملك الموت لابد أن شكله مرعب، لابد. أنا لا أدخل في وصف الواصفين لأن ما حصلت على يعني كلام نص واضح محقق في وصفه، لكن هو أكيد على الأقل هو جاء ليأخذني من أهلي وأبنائي ومن أحب. قيل في وصفه تفزع منه الملائكة. يعني لا نريد أن ندخل في إيه في تهويمات كبيرة، ولكن أنا أقول أنه لابد أن شكله مرعب، لابد. وكفى بنا رعبا أنه سوف يدخلنا على أمور لا ندري إلى أين نذهب. فملك الموت عندما ينزل العبد يراه رؤيا العين، يراه حقيقة، حتى لو في غيبوبة، حقيقة حتى لو في غيبوبة يراه. كيف يريه الله عز وجل؟ بعينيه، بقلبه، بعينيه، بشعوره، يستشعره، يتحسسه. سبحان الله. تصل إلى مسألة الحس بنفس هيئته كما هو بحقيقته. وإن كان عمله صالحا. لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمس لما قلنا إن للموت لسكرات، يبقى ماذا كان يعاني رسول الله؟ سكرات الموت. بس وهي صعبة. صح. وهي صعبة. نعم. فيقول عثمان فانجو منها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فما إخالك ناجية. بدايتها تبدأ عنوان الكتاب من هنا، من نزع الروح. أيوة. بدايتها. نعم. فإن كانت الروح طيبة تنزع سهلة ميسورة. بعض الأموات ونحن بجوارهم قبل وفاتهم منهم من يعرق، ومنهم من يسيل من شدقيه أشياء هكذا. نعم. ومنهم من يهتز، ومنهم من يئن، ومنهم من لا نسمع صوتا له. وهذه دلالات لا يعلمها إلا الله، يعني لا داعي لأن ندخل فيه، لأن حققت مثل هذه الأحاديث فوجدتها ضعيفة وليست في يعني نحن متوقفون هنا عند البخاري ومسلم. يعني موت العرق بالجبين يقال يعني أنه علامة من علامات الصلاح والتقوى. يعني وإذا أخرج من شدقيه فهي علامات الطلاح والعياذ بالله. لا قد يكون غير ذلك، لأن من مات في حادثة وكذا هذه أمور أخرى. يعني دعنا نقول، يعني لا نقول انه يبتسم، انه يضحك، انه هذا في تخيلنا، كان عابسا، إنه هذا في تخيلنا نحن، لا اساس لهذا من الصحة. هو في عالم اخر. هو بدأ الطائرة. نعم. عندما توشك ان تترك الممر خلاص. نعم. تجري ثم تبدأ عندما تبدأ في الممر تتجمع كل قوى الطائرة في
الموتور المحركات التي تقوم او تجعلها تطير، تطفئ الهواء وتطفئ الكهرباء والانوار. استجماع هذه الطائرة كي تحلق هي استجماع الروح كي تنطلق من هذا البدن المعتم. ما هي عاشت معه زمنا، صحيح، وهي من امر الله لا يدرك الانسان عنها شيء. هي لطيفة نورانية؟ هل هي كيان؟ هل هي كنه؟ هل هي مادة؟ يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا هو الروح يعني تسيطر على البدن. طيب معذرة، يعني لا دلالات ولا امارات نستطيع ان نجزم من خلالها ان هذا من اهل الجنة او من اهل النار، لكن سابقة الاعمال تدل فيما يبدو لنا طبعا. كلها تكهنات وسوف ناتي لا يعني مثلا رجل طوال حياته ما ظلم احدا، ما اذى احدا، احب الناس واحبه الناس، ورضي عن الناس ورضي عنه الناس، رايناه مصليا في المسجد، لا يغتاب احدا، لا يظلم احدا، يتقي الله رب العالمين، يعامل زوجته بخير، هي تحترم زوجها وهكذا، يربي اولاده على الشرع. الظروف العام، الامر العام، نقول هذا رجل، نحن شهداء الله في الارض. فهذا الانسان ربما يكون في دلالاته انه صالح. نعم. ليس معنى هذا أن روحه تنزح سهلة، لا، ولكن يريحه ملك الموت، ينزع الروح ربما من الرجلين ثم إلى الركبتين ثم إلى الوسط ثم إلى الصدر ثم يأخذها. هي الروح في أي مكان في الجسم؟ في الجسم كله، هي تسير الجسم كله. ما احنا لا ندري لا ندري أين هي، لكن هي في الجسد كله. يعني ليست في القلب، في الذراع، لا ليست في مكان محدد، لأنها هذه التي تصنع الهالة للإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان اللي فيه نور الله عز وجل، نعم، تجد لما يجلس عليه هالة من نور تحب أن ترى وجهه. نعم. هذه روحه مضيئة. فعندما ينزل ملك الموت ينزعها منه، ولكن إن كانت شديدة النزع فهذا كفار لبقية السيئات. والصالحون يدعون اللهم هون علينا سكرات الموت. هكذا تنزع الروح. إن كانت طيبة ملائكة الرحمة معهم حنوط وأكفان من الجنة. معذرة قبل ملائكة الرحمة، كيف ينزع ملك الموت الروح؟ وألم يرد شيء في وصف هذا؟ كيف يلملمها، يجمعها، يخرجها؟ يعني قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف هو يتوفاكم؟ خلاص، مهمته نزع الروح. خلاص، فصل الروح عن البدن، صار فلان متوفى، فلان الله يرحمه، فلان غفر الله له. في كيفية النزع أو الخلع لا ندخل في يعني، لكن كل الصالحين الذين ذهبوا وجاءوا في الرؤى لأصحابهم من الصالحين، والرؤية في الإسلام لا تحقق قاعدة من قواعد الشريعة، مبدأ. نعم. حتى ولو كان رسول الله، لا يعني لو كان الإنسان رأى رسول الله يأمره أمرا، لا رؤيا الأنبياء. أما إذا رأى رسول الله، لا هذا وحي. نعم. الرسول عندما يرى هذا وحي. نعم. أما نحن لو رأينا حتى رسول يأمرني أو ينهاني فليس بأمر ولا نهي. نعم. القاعدة كنا. طيب. الصالحون الذين سبقوا وجاءوا لما يسألهم أصحابهم كيف وجدتم الموت؟ قل هذا شيء لا يوصف، سوف تراه. يا الله. أنه يبدو أنه شيء، ما هو ابن عباس وصف عمرو بن العاص وهو ينازع، قالوا يا عمرو كيف تشعر؟ قال كأن روحي كأنني عصفور على مقلاة زيت تحتها نيران ساخنة حامية، والعصفور هذا لا يستطيع أن يطير فينجو ولا يموت فيستريح. وهذا صحابي. يا ربي يا ربي يا ربي، هذا صحابي يا ربي. وقال وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة. يعني مسألة مش سهلة، هي كبيرة، الله أعلم. يعني هذه التي تسير حياة الإنسان كلها، تستغرق وقتا في لا تستغرق. ربما إنسان ينازع يوما ويومين وثلاثة. نعم. وفي 3 أيام يخرج الروح، يعني يحاول أن تخرج منها، ولكن لم ينتهي بعد. يعني الموت الدماغي الذي يقول عنه الأطباء، لا إله إلا الله. وهذه الأمور هذه ربما تمكث أياما. نعم، نسأل الله أن يخفف عنا من سكرات الموت. مسألة يعني وإن كانت غير ملموسة لنا، لكننا نقول ما ورد لنا في الكتاب والسنة. تأخذها الملائكة. أي ملائكة؟ إن كانت صالحة جاءت ملائكة الرحمة بحنوط وأكفان من الجنة فتلفها. ما معنى حنوط؟
يعني أقمشة معطرة فيها رائحة جميلة من الجنة. من الجنة، نعم، العطور. ثم ترتفع إلى السماء، تفتح لها أبواب السماء، لها رائحة زكية تناديها الملائكة بأحب أسمائه إليه في الدنيا. يا سلام. يعني أنت أحب اسم لك إيه يا شيخ فلان، يا أستاذ فلان، يعني يا أبو فلان، يا أبو فلانة، بأحب اسم له. الملائكة تنادي الروح. الملائكة تنادي الروح، تسلم عليها. لا سبحان الله. لا، أصل هذه الروح كانت عمرت الدنيا بالطاعة. فترتفع إلى الملأ الأعلى وهي في هذا الخير وهذا المهرجان. والجثمان مسجى بينهم. الجثمان لا قيمة، ما كان للأرض عاد إلى الأرض. القضية كلها في الروح الآن. نعم. طيب. حتى يقول رب العباد: وسعوا لعبدي في قبره وجعلوه له مد البصر وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة، فيقول العبد ساعتها: يا رب عجل بالساعة، عجل بالساعة. السلام. إذا كان هذا هو الاحتفال التمهيدي، أنا مش عايز أقعد في القبر. صحيح. تخرج الروح مع ملائكة الرحمة. أيوة. تناديها الملائكة بأحب الأسماء إليها، وتشم لها رائحة طيبة. طيب. صح. لأن هذه الروح تخرج تروح إلى من؟ تخرج لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يعني تفتح لأبواب السماء، تذهب إلى الملأ الأعلى. يعني تذهب لله مثلا أو لا الله عز وجل يعني لا يحيط. لا يعني هل الجنة هي في السماء أم في الأرض أم في أرض غير الأرض؟ هذه مسألة سوف يعني لا تسبق الأحداث. طيب أنا متعجل. لا تتعجل. فنتعجل في رضوان الله شيء طيب. نعم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصعد. طيب. تصعد يعني الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه. يعني هكذا ورفعناه مكانا عليه، وهكذا يعني دليل على ان الدعاء دائما يصعد الى السماء، الملائكه السيارون، وهكذا دليل على المكانه وليس المكان. جميل هذا التعبير. جميل، المكانه وليس المكان. خلاص يعني. طيب. يعني لا تفضلوني عن يونس ابن متى، ولا تظنوني ليلة المعراج اقرب الى ربي من يونس وهو في بطن الحوت. عشان نغلق القضيه، عشان هذه عقيده اهل السنه والجماعه التي نحن كلنا نتبعها ان شاء الله. بفضل الله. الاخر والعياذ بالله روح منتنه. يعني اليست هذه الروح من عند الله سبحانه وتعالى؟ لكن العبد خبثها. يخبث والعياذ بالله. الله اللي خلاه اظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ولكن الروح تكون لا الروح هو غبارها. لا أخذ، ما هو مولود على الفطره. ما تمام. نعم. ما الذي يجعله يكفر؟ ما الذي يجعله يتعامل بالربا؟ ابواه، امه، نفس خلاص. تمام. ما الذي يجعله لم يصلي؟ ايه اللي اخذ ميراث اخواته؟ ظلم يعني جاره. الروح نفسها تكون منتنه، لان اعمال هذا العبد منتنه. الذنوب، الجسد منتن والروح طاهره. اسمع الذنوب، الجسد ده اصلا من الارض، ما يهمكش الجسد. نعم. الذنوب لها رائحه لا تشمها الا الملائكه، ومن فضل الله اننا ما شممنا رائحه الذنوب والا ما جلس مسلم بجوار مسلم. يعني الذنوب نفسها لها رائحه. والعياذ بالله رب العالمين. وللحسنات رائحه. وللحسنات، الله اكبر. ولذلك لما انت تيجي يوم تمرض ولا تقوم الليل، تفتقدك ملائكة السماء التي تكتب ثواب قائم الليل. وتسأل عن فلان لماذا، فيقال إنه مريض، عنده ورطة، عنده مشكلة، فتدعو الملائكة لقائم الليل الذي لم يقم الليل الليلة. ليه سيدنا يونس لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت ملائكة السماء يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. ما كان يعرفوا مكانه، لكن عرفوا إيه؟ صوته. لماذا؟ تعودوا على صوته. ولهذا قال فاستجبنا له. تعود الملائكة على صوت الذاكر، هذا نبي الله ورسول يونس. نعم. تخرج الروح منتنة من الكافر وتغلق في وجهها أبواب السماء. تغلق. أين تذهب؟ تغلق، ترتد، تتبعثر، تذهب، لا أدري. لا حول. تغلق في وجهها لأن دعاؤه كان غير مستجاب، فغلق في وجهه أبواب السماوات. عمله غير مقبول. ليه؟ لأنه كان فيه شرك وفيه رياء. يا مؤمن، في ناس لا تدخل المسجد إلا من الجمعة للجمعة، وفي ناس لا تدخل المسجد إلا محمولة على الأعناق لكي نصلي عليها. كيف تخرج روح زكية هذه؟ لا إله إلا الله. يعني كيف تخرج هذه الروح طاهرة؟ تغلق دونها أبواب السماء والعياذ بالله. هل هذا إذانا بطردها؟ والعياذ بالله رب العالمين. والعياذ من أعماله، ثمرة عمله.
تقول ملائكة روح من هذه الخبيثة؟ روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا. لا إله إلا الله. سلم يا رب. ضيقوا على عبدي في قبره حتى تختلف أضلاعه، واملأوا له حيات وعقارب، وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار، فيقول يا رب لا تعجل بالساعة، لا تعجل بالساعة. الروح بعد كده تظلل البدن، تقترب. فنحمل نحن المتوفى أو أهلنا يحملونه وذاهبين بنا إلى القبر. إن وجدوا السيارة مسرعة أو الحمل مسرعين، إن كان صالح يستبطئ السرعة، والعلامة تؤخرونني، لو تعلمون ما ينتظروني من الخير لعجلتم بجنازتي. انتوا ليه ماشيين على مهلكم؟ فيسرع. مش هو عايز يسرع، لكن هم اللي شايلين. هنالك اقوال تقول انه كان يجري، كان يطير. لا هذا من الحمله، هذا من الحمله. لا معقول؟ لا فما حدث هذا وهذا يتاخر ويتقهقر ولا يريد ان يذهب الى القبر. لا هذا من الايحاء. فالاخر قادم على شر، والتانيين عايزين يرموه ويتخلصوا منه. سبحان الله. والعلامة تسرعون بها، لو تعلمون ما ينتظرني من الشر ما أسرعتم بجنازتي، يا ويلي يا ويلي. هكذا يقول. هو يعلم عاقبته قبل أن يدلف إلى القبر. ما هو شايف يرى ده. هو مدام شاف اللي غسله وشاف اللي كفنه وشاف اللي صلى نعود إلى الوراء. يا ريت يا ريت يا ريت. الروح خرجت. نعم. اللي حصل إيه؟ المصيبة في البيوت إيه؟ سابوا المتوفى صويت وعويل. لا اللي تصرخ، واللي تشق الجيب، واللي راح الجريده يعمل النحل، واللي راح يجهز القبر، واعلام الوراثه والاموال. والمصيبه الكبيره المسكين هذا الذي هو كالغريق يريد دعوه تنقذه او حسنه تدركه، عايز حد يثبته. الدرس المستفاد هنا يا فضيلة الشيخ، الدرس المستفاد لا تترك المتوفى قاعد. اشعر نفسك يا مؤمن هو نائم. نعم هو نائم، اعتبره كده. وبس انتقل من لا ترعكم هجمة الموت إنما هو نقلة منها هنا، هكذا قال أبو حامد. لا ترعكم، هو يعني حياة ولكن من نوع آخر. هو يحيى ولكن حياة من نوع آخر، حياة ليس فيها لا أكل ولا شرب ولا عمل، لكن فيها رؤية، فيها سماع. مش كان يروح يزور المقابر ولا رسول ما سامعينك وما يسمع؟ أيوة قال نعم أشد استماعا منكم. فالمتوفى ده ساعة هذه اللحظة أفضل دعاء له اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. وأفضل دعاء عند القبر هكذا عندما نلحده في قبره. نعم. استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. فهو عايز الطفل اللي مرعوب من الامتحان عايز ايه؟ عايز ابوه بجنبه او عمه او خاله. ما تخاف، الاسئله سهله، هيقول لك كذا جاوب كذا، وهذا يلقن الحجه، ونجي تلقين الحجه في القبر. نعم. للناس اللي كانوا ثوابت في الدنيا. نعم. فالمتوفى مات خلاص، نيجي لغسله. اول ما يتوفى المتوفى اول شيء نفتح الوصيه، مش بعد 40. ده او يتضح انه لم يكتب وصيه اصلا. دي مصيبه. كما قلنا في اولى حلقات. دي مصيبه، لازم يكتب وصيته. من يغسلني، من يكفني، من يصلي علي، كيف توزع الثلث الذي اريد توزيعه، ما الكشف اللي عنده بتاع اليتامى والمساكين والارامل اللي كان ينفق عليهم، لابد. ومن اهم البنود من يغسله، من يكفن، من يصلي، يعني هذه الاساسيه. ولا اريد ان يكثر المغسلون داخل غرفه المكان اللي يغسل فيه المتوفى. هنالك واحد في البلده تقريبا يغسل، مشهور عنه هذا. لا لكن احيانا يبقى له مساعد او غيره هكذا. طيب. نعم. الماء الذي يغسل به المتوفى ماء له شديد البروده ولا شديد السخونه، لانه يشعر. يا ابني كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الله اكبر. طبعا هو ده امان. الميت لا يحس ولا يشعر. لا 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 لا, لا. المتوفى يشعر. سبحان الله يشعر. لا حول ولا طبعا لانه يعرف من يغسله، هو يعرفه ولكن لا يكلمه. سبحان الله. بعدين بعد ما نغسله ونكفنه لازم يكون كفن شرعي. في ناس تغالي في الاكفان. ما هو الكفن الشرعي؟ الكفن الشرعي ابو بكر رضي الله عنه قال اذا مت كفنوني في ثوبي هذا، فانما الكفن للدود والمهله، وانما ابقوا الجديد للحي. هاتوا الجديد لواحد عايش لسه مقبل على الحياه. انا خلاص هتكفنون في ثوبي، ما تشتروا. قماش ابيض رخيص الثمن،
بسيط سهل، لا فيه لا زخرفه ولا حرير ولا احنا منهون عنه، وهكذا. الرجل له 3 والمرأة لها 5 أثواب، 5 قطع يعني. معروف. بعد ما اولا من غسل المتوفى لابد ان يستر ما رأى. احيانا يطلع واحد يقول لك اولاده كانوا تركوه للاسف، وجدت ذراعه معمول كده، ما كان، لان المتوفى ان تاخر في دفنه، واحنا يجب ان ندفن مجرد ان يموت، لكن لو تاخر نفرض مات مثلا بالليل وانتظرنا مثلا ابنه الاكبر يريد ان يرى، ما فيهاش مشكله، ممكن ننتظر ساعه، لا بأس، بس مش يوم يومين، لا يعني اليوم الثاني لصبيحه اليوم الثاني مثلا عايز امام صالح يصلي عليه، لان برضه بصلاح الناس ياخذ ثواب، سبحان الله، ينتظره. احنا من الواجب نحرك المتوفى. كيف يعني نحرك يده ونحرك له رجله، عشان لما نيجي نغسله ما يبقاش متصلب هكذا، نلينه، وبعدين اول ما يموت نخلعه ثيابه ونغطيه بثوب اخر ونتركه الى ان نغسله. هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا طيب بمجرد ان يموت ايوه نخلع عنه ثيابه اللي كان لابسها كاملة ونغطيه، نغطيه لا نلبسه ثياب يعني. لا وبعدين نغسل عشان، وكمان نلين جسمه عشان لما قبل الغسل، لان لما اغسله انا بعمل ايه وانا بغسله؟ انا اولا الغسل بالضبط زي استحمام الحي، بس من غير مضمضه، غير استنشاق، بس هو استحمام. نوضئه سبحان الله، يغسل الشق الايمن وبعدين الشق الايسر، بعدين نصب الماء على جسده كله وبس وخلاص. وبعدين بعد ما قبل كده نجلسه مره واثنين ونضغط على بطنه. نجلسه ونضغط على بطنه عشان يخرج ما كان ما فيه، سبحان الله. وبعدين سبحان الله نسد الفتحات التي ممكن ياتي منها اذى كي لا يتاذى الحي. سبحان الله. هذا هل راح الا بغير القطن والكفن؟ صحيح. فقطن في فمه، قطن في انفه، قطن في عينيه، في اذنيه، في فتحه وهكذا. سبحان الله. عشان سبحان الله. واللي يغسل يلبس، يحط خرقه على يده عشان لا يلمس جسد المتوفى. هل هنالك حكمه؟ يعني هذه قد تكون عورات، ما فيش داعي انه يلمس، ليه يلمس جسد المتوفى؟ ما يلمس، سبحان الله. وهكذا الاخت الفاضله التي تغسل اختها في الله او امها او بنتها وهكذا يعني. هناك خلاف بين العلماء على هل يجوز للرجل ان يغسل زوجته او الزوجه تغسل زوجها. العلماء يرون هذا، لكن ابا حنيفه يشذ عن القاعده، او يعني له راي، وانا اميل الى راي ابي حنيفه. هو يستند على ان لا يجوز، لان عقد الزوجيه انقطع بالموت، وهذا اعمال فكر عجيب. سلام. عقد الزوجيه لمن؟ يعني فلان حي لحي، فلان زوج فلانه، طب فلانه ماتت. وبعدين مساله نفسيه، المراه في هذه اللحظه لما يموت زوجها، وبالذات اذا كانت وان كانت اوسط او اوصى، خلاص يعني ننفذ الوصيه، لان في علماء يقولون هذا. انا بقول هذا راي، انا بقول اميل الى راي ابي حنيفه. لا، ما هو يعني حتى يعني يكون معنا المشاهدون في وقت التقارب في عدم اثبات هذا في الوصيه. لا، طالما لم يثبت خلاص يبقى يعني يرون ما يرون، يعني يروا افضل الناس للغسل من يغسل، الذي يعرف الاحكام، الذي يستر على العورات، الذي لا يتكلم، وهكذا. اثناء الغسل الناس يقولون كلاما كثيرا، لا كلام اثناء الغسل ابدا. تمام. زي ما احنا نغتسل، دعاء مثلا، زي ما احنا نغتسل لازم نقول كلام. ولا كيف يا سيدنا الشيخ اغتسل في الحمام؟ ايوه تغتسل. يقول تقول ايه؟ ما لا تقول شيئا، اخرج من الحمام وقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين الى اخره. فتغسيل المتوفى زي تغسيل الحي تمام، زي غسل الحي. وبعدين نضع له عطر على جسده، على الكفن، القماش بس. وبعدين نحمله، اذا كانت مرأة لا يحملها الا محارمها. محارمها، ابوها، ابنها، اخوها، عمها، من كان لا يصلح للزواج منها في الدنيا. نعم. مش اي حد يشيل لا طبعا، هذا من باب الادب مع حرمة المتوفى. نعم. وماء الغسل، ماء الغسل ماذا يصنع به؟ يلقى في اي مكان. هذه عادات من الجاهليه، ان يلقى في مكان معين. ماء الغسل، ماء غسل الحي تماما. يعني يحلقه للمتوفى لا اتركه كما هو.
كما هو، بس يشيلوا منه ان كان عامل اسنان ذهب او طقم او غيره او حاجات اضافات يعني على الجسم، لا اضافات هذه وشم يعني اذا خلاص يتركوها يخلعوا وشم ازاي يعني. هو المسلم منهي عن الوشم اصلا. المسلم منهي عن الوشم، من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. صحيح. شلنا حملنا المتوفى. نعم. خلاص. قال من سار في جنازته وصلى عليها وانتظر حتى تدفن وانتظر على قبرها ساعة كان له في الجنة قيراطان أقلهما كجبل أحد. من انفجر جسده بقنبلة أو بانفجار أو مات ضربا بالرصاص أو في طائرة أو في غرقا أو حادث سيارة أو حادث. نعم. كيف تكون هذه الموت؟ نفس ما يحدث للذي مات في سريره هذا يحدث له تماما. ينزل ملك الموت في هذه الساعة في هذه اللحظة منتظرا روحه ويخرجها هكذا بقدرة الله عز وجل وبحول الله وقوته. ولو كان آلاف الناس ماتوا في لحظة واحدة الله عز وجل أعطى ملك الموت ومن معه هذه القدرة لاستخلاص الروح. ملك الموت معه أعوان؟ معه أعوان. هو أليس واحدا؟ لا هو ملك موت واحد. تمام. عزرائيل. يقال أنه عزرائيل. تمام. يقال. يقال. معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ماذا يعني اسم عزرائيل؟ والله ده اسم يبدو مش عربي يعني ليس عربيا. يعني بس ملائكة عزرائيل إسرافيل ميكائيل جبرائيل نعم. عبد الجبار عبد الرحيم يعني يقال هذا هذا ليس على الحقيقة. لكن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذه أسماء وردت في كتاب الله عز وجل. نعم. أما ما لم يرد لا في الكتاب ولا في صحيح ما قاله ملك الموت على التحقيق ليس اسمه عزرائيل يعني في كلام. سبحان الله. على كل يعني لا تهم هذه القضية. له أعوان؟ له أعوان ليس في نزع الروح. في ماذا؟ الله عز وجل أعطاه القدرة على أن ينزع روح فلان في أمريكا الجنوبية وفلان الآخر في السويد وفلان الآخر في جنوب أفريقيا وفلان الآخر في غرب في آسيا. ولو مليون نفس تموت الله أعطى هذه القدرة. كيف هذه يعني قدرة الله فوق الشك والتهم. هو وحده ينزع الروح. أنت تتصور أن وحده لكن هو ملك. كيف صورته؟ جبريل كان لما مر رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته كان يجي له في صورة دحية. ما كان يجي له في صورة دحية الكلبي. كان رجل جميل. نعم. كان يقول انه ياتيني في صوره دحيه الكلبي. دحيه هذا رجل جميل السمت الصوره والصحابه شافوه مرات. دحيه الكلب وشافوا جبريل لما اتوهم يعلمون امر دينه. تمام. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل مره طلب من جبريل. دول كبار الملائكه الاربعه، دول كبار الملائكه وهم جبريل ايوه اسرافيل ميكائيل ملك الموت. تمام. الافضل ملك الموت. لا نقول عزرائيل. نعم. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه في السماء ولم يرى أقدامه أجنحة تسد مشرق الأرض ومغربها. فلما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بالك لو رأيت إسرافيل وأنا بالنسبة لي كحلقة ملقاة في فلاة يتصاغر خوفا من الله حتى يصير كالعصفور الصغير. ملك الموت بالنسبة لإسرافيل كحلقة في فلاة. جبريل سيدنا جبريل رئيس الملائكة. أيوة. أمين وحي السماء. نعم. بيقول الرسول لو شفت إسرافيل يبقى تقول إيه؟ الله أكبر. هذا خلق الله. هذه مخلوقات أخرى نحن لم نرها لكن نوقن أنهم نؤمن بهم. يعني آمن الرسول بالملائكة والكتب نؤمن بهذا. نعم. ولماذا هم يروننا ونحن لا نراهم؟ لأننا لسنا في حاجة أن نراهم. هم يروننا رعاية وحماية وحفظا وكتابة لحسنات وقمعا للظالمين ومشاركة في الحروب ورحمة من الله. ولكن يوم القيامة نراهم لأن الله يقول ونزل الملائكة تنزيلا فتحيط بأهل المحشر. إذا ملك الموت موكل إليه قبض جميع الأرواح في أي وقت في أي لحظة أي عدد. هذا. نعم. والجسد المتناثر هذا يجمعه رب العباد عز وجل. أما قرأنا في صحيح مسلم عن هذا الرجل الذي أوصى أبناءه من بني إسرائيل يعني إذا مت فاحرقوا جثتي وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر. فعملوا كده. فقال الله يا بر اجمع ما فيك يا بحر اجمع ما فيك ما الذي يعني دعاك لفعل هذا؟ قال خوفا منك يا رب. قال وقد غفرت لك. يعني هذا فيما رواه من صحيح الأحاديث. يعني إذا الله عز وجل سوف يجمع هذا الجد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
ده سبحان الله. يعني كل شيء سوف يبلى من ابن ادم كل شيء الا عجب الذنب، وسوف ناتي لهذا. نعم. من مات في طائرة ونزل هكذا يغسل ويكفن؟ لا لو تجمع أشلاءه؟ لو استطعنا ان نجمع اشلاءه هكذا نعم. واذا لكن الوحيد الذي لا يغسل شهيد المعركة. تمام. يعني كل هؤلاء شهداء بفضل الله اذا كانوا مسلمين. نعم. ومؤمنين صادقين مصلين يتقون الله. نعم. الغريق اللي مات في هد بيت وقع عليه من زلزال او غيره شهيد. المرأة تموت في نفاسها. المبطون، المطعون، اللي عنده استسقاء، عنده مرض خبيث، داء عضال، كل. والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله شهداء امتي كثير. الحمد لله. والشهيد لما يموت لا يشعر بألم الموت ابدا. هذا الوحيد. سبحان الله. كأنما يعني واخذ إبرة فقط بس. طب نجمع هذه الاشلاء المتناثرة. ايوه نغسلها ونكفنها ونضعها. نغسلها غسلا شرعيا. أي. نعم. وضعناها اتفضل. نضعها في كفنها ونصلي. نصلي عليها. ونحمل على الأعناق ونذهب في الجنازة. تمام. ماذا عن الجنازة؟ الجنازة يجب ألا تتبع بصوت. ما فيش أي صوت ولا ذكر الله حتى. قال رجل في جنازة ولا ذكر الله. ابن عمر يسير في جنازة فقال رجل صائحا اذكروا الله استغفروا الله. قال اسكت لا غفر الله لك. في الجنازة. في الجنازة ممنوع. اما 21 طلقة تحية مش عارف ايه والموسيقى العسكرية هذا كله يفزع الميت، يفزعه. عمرو بن العاص لما الله دايم هو الدايم ولا دايم الا الله. لما عمرو بن العاص لما تتبعوا جنازتي لما اموت لا تدخلوا علي من يلبس ثوبا احمر. قال لها عمرو بن العاص قال اخشى ان تخاف روحي تظنها النار، لان اي حركه غير طبيعيه حول المتوفى ترعبه. يستحب الصمت عند 3. ايوه. عند قراءه القران. نعم. وعند زحف الصفوف على العدو وعند تشييع الجنازه. نمشي سكوت. لا قران ولا ذكر ولا دعاء. استغفار اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. اتفكر في حالي انا شايل اليوم اخي ابي ابني جاري يوما ما سوف يحملني ابني وجاري وهكذا. الصوت الجماعي هذا مرفوض. ممنوع ولا فردي ولا جماعي. في داخل الذات ولا فردي ولا جماعي. نعم. نذهب الى القبر. تعال لنذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القبر. هي. اسمع يا سيدي النص بنصه. تفضل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار عليه الصلاة والسلام، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، بس يعني يجهزوا في إيه في موارته الثرى. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. درس علم. نعم. الناس بتأنف في القبر، سبحان الله، واقف وينفض في ملابسه ويلملم ثيابه في ايه يا اخي، ما انت هتيجي بعد شويه. لا اله الا الله. انزل شوف ايه الموضوع. يجوز القلب القاسي يجوز للاعتبار. يجوز الواحد لما ينزل كده ويشوف هذا الذي صاحب الهيلمان الكبير، يقول لك سيادة فلان ومش عارف فلان، لا اله الا الله، انت اختفى اسمه حتى لكن متوفى. سبحان الله. صحيح. وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الارض. هكذا كان الرسول يعني مشغول. نعم. مشغول يفكر. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله أول من شيء عذاب القبر. أول كلمة. نعم. يعني في عذاب في القبر 2 أو 3 هكذا قال يعني. نعم. إن العبد المؤمن، اسمع بقى، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. ما شاء الله. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، روائح وبخور وعطيب وعطور، حتى يجلسوا منه مد البصر. كيف؟ يعني أنا اليوم عيني تجيب لغاية فين؟ على بعد كام؟ كيلومتر مثلا، 2 كيلومتر مثلا. ملائكة لهذا الحجم، وفد فرحان بالروح الطيبة، ملائكة من عنده حتى مد بصر. نعم بلى. يا سبحان الله. ما شاء الله. فرحة به سبحان الله، لأنه كان مال الدنيا خير، كان مال الدنيا، مش ربنا جعل للخيرين إمامة وللعياذ بالله للأشرار إمامة.
يوم تدعى كل امه ايه؟ بإمامهم. امه الخير لها امام، وامه الشر يقول امسك في ديله وتعالى انت كنت بتدلنا على الخير خدنا معاك، والثاني والعياذ بالله. نعم. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. شوف الرسول من ادبه، ملك الموت هكذا نقول ايضا. نعم. وجبريل عليه السلام ملك الموت عليه السلام، حتى يجلس عند رأسه فيقول. من اللي يقول؟ ملك الموت عليه السلام. من يسمع؟ المتوفى فقط. أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وفي رواية الترمذي وإن كان تحقيقها ده في دي رواية البخاري، رواية الترمذي اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غفور غير غضبان. يا سلام. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها. الروح تخرج لملك الموت وحدها. نعم. سهلة، لأنه عايز لقاء الله، فرحان. لما الولد يسمع صوتك، ابنك الصغير يسمع صوتك على السلم وانت طالع ولا اقتربت من البيت، يجري عايز يحتضنك. هكذا الروح تريد أن تلقى رب العباد. خلاص صحيح. الدنيا دي بالنسبة لها خلاص سبحان الله. صحيح. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، ما يسيبهاش لحظة حتى يأخذوها، يروح واخدينها من المساعدين. نعم، ملائكة الرحمة. فيحملونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على سطح الأرض. الله أكبر، ما شاء الله. الله يا ابني فيه ناس خلاص. قال فيصعدون بها، في ناس تشم لهم رائحة هذه الروائح. سبحان الله. عشان يعني الله ما شاء الله. هذا خير نحدث به. نعم. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. الله، الملائكة تحب الذاكر وتحب الطيب، تحب المستقيم. فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له. يطرقوا الباب. نعم. على أبواب السماء ملائكة. نعم. حراس. من؟ سبحان الله. فيفتح لهم فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. إيه العظمة دي؟ يا سلام. وكأنها رحلة المعراج. يا سلام. صحيح. عرج بالرسول ببدنه وروحه، ويعرج بكل روح مؤمنة حتى تفتح لها أبواب السماء. انظر إلى العظمة دي. حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. يا سلام، الله أكبر. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. لحظة. اذهبوا بروح عبد في عليين. الروح ثم أعيدوها إلي عشان الحساب يبقى روح وجسد. هي تصعد ثم تهبط مرة ثانية في جسده. لأنه لسه هيجلس ونحاسب يحاسب. الله أكبر. فيجلسانه فيقولان من ربك؟ في القبر. نعم. يقول ربي الله. دي متى؟ لما آخر واحد من المشيعين يترك المكان. قالوا ايه؟ وإنه لا يسمع قرع نعالهم وهم يغادرون. هي متى ترد الروح إلى الجسد مرة أخرى؟ بمجرد أن يغلقوا عليه اللحد. غلقوا اللحد. نعم. وتركوا المكان ومشوا. نعم. خلاص. نعم. تهبط الروح مرة أخرى بعد انصراف آخرهم. تمام. وإن أطالوا الوقوف سوف تنزل. هتقولوا ايه؟ ما في حد بيطول الوقوف. ماذا يصنعون؟ العجيب أن هذه هي أصعب ليلة وأصعب يوم وأصعب لحظة تمر على الإنسان منذ أن خلق. صح. لأنه يرى يسمع، هم غلقوا عليه وعارف أنه في مكان ضيق. خلاص. العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف. خلاص. تالله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام من دهره متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بنعم عصره، لا يعتريه السخم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا أن يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره. يا الله. مهما يتنعم خلاص نسي. شوف، كان نائم
واستيقظ. بس هذا الشعور. سبحان الله. العمر ده اللي عاشه 60 70 50 80 100 اقل اكثر، دي كانت نوم. افاق الان على الحقيقه المره او الحقيقه الحلوه. حقق. من يهبط بالروح من اللين؟ نفس الملائكه. نفس هم. وفد الاكرام. نعم. او وفد التعذيب والعياذ بالله. سناتي الى لا. في الاكرام. يضعونها في بدنه ويجلسانه. تمام. ينزل ملكان. اللي هم دايما يقولوا عليهم منكر ونكير. هذا اسمهما فعلا. يعني احنا نتوقف عند ما لم تثبت صحته. حضرتك تنفي كثير مما عندنا عزرائيل ومنكر ونكير وقاعد القواعد. وما يهمنيش الاسم، نفرض طلع اسمه كده. صحيح. فيقول من ربك؟ ربي الله. هذا أول سؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يحصل إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في هذه المواقف الملائكة، لأنه دايما مش في ناس بتحضر شياطين يا ابني؟ صحيح. الأغاني والرقص والعري والفوضى والأفلام وهذا الاستهزاء بعقول الناس، مش ده تحضير شياطين؟ وأنت في شياطين أكثر من هذا؟ لا. طيب أنت بقى مؤمن، حضر الملائكة. صلي تجي الملائكة، اقرأ قرآن تحضر ملائكة، اعمل خير تحضر ملائكة، صل الرحم عود المريض. سبحان الله. هذا هو المقصود بمنطق الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سورة فصلت. نعم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا في هذه اللحظة، في هذه اللحظات ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا سلام. زي بالضبط اللي هو إيه يقال في حديث آخر أن العبد قبل ما يدخل عليه الملكان يدخل عليه ملك شكله جميل، شخص شكله جميل، يقول له من أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير، انت مالك كده شكلك، انت مين انت؟ يقول له انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعه، سوف ياتيان اليك ملكان ارحم بك من ابيك وامك فيسالني كذا وكذا وكذا فاجب وقل كذا وكذا وكذا. بس ده يلقن يعطيه الاجابه، يلقن الحجه. الله ما شاء الله. مش عايزين نقول يغششوه، لا يلقنوه الحجه، يعطوه المدد. يا سلام. يقول لك انت اخر وانت في السياره اخر قبل ما تصل الى لجنه الامتحان تقول لابنك ايه ده تخصصي، خلي بالك السؤال ده هيجي بالطريقه دي، يدخل هذا السؤال داخل واثق من نفسه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. امين يا رب العالمين. نعم. لنقف عند هذا الحد الجميل ونكمل في الغد ان شاء الله. انتهى وقت الحلقه إن شاء الله. ولكن حديثنا مع فضيلتكم لن ينتهي ابدا ان شاء الله. ربنا يثبتنا واياكم يا رب ان شاء الله. نريد دعاء نختم به. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا